مشاهدينا، اكو بعض الامور او بعض السلبيات اللي نشوفها من هنا وهناك. نحن كمواطنين ايضا نتحمل جزء من المسؤوليه، مثلا موضوع النفايات وخاصه في المناطق الشعبيه. يعني من نتجول بسياراتنا ونشوف النفايات في البعض يعني في بعض المناطق الشعبيه. ايضا هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته، جزء يعني جزء من المسؤوليه المواطن. ليش؟ هسه احنا نشوف اكو ناس تشتغل على باب الله، والشغل مو عيب. بعض الناس هم عمال نظافه او اما عدسه توته او عنده تكتر بها على باله، يرفع النفايات، هو رجل هذا شغلته، بده يشتغل على باب الله، مقابل مبلغ جدا بسيط ما يتجاوز ال 10000 دينار بالشهر، يعني اقل من 500، يعني اقل من 300 دينار باليوم. ومع ذلك هذا متواجد في كل مكان، هذا الانسان اللي يعمل الشريف. وده يشوف بعض اصحاب المحلات وبعض اصحاب البيوت يجيب النفايات مالته ويكدسها بالشارع وما ينطي 10000 بالشهر. بالمناسبة يعني احنا كمواطنين لازم نتحمل جزء من المسؤولية، لأن هاي النفايات تسبب أمراض، يعني ضد الذوق العام. إضافة أنه احنا هذا تصرف من ترمي نفاياتك بالشارع يا حبيب قلبي يا أخي العزيز، هذا منافي للذوق العام مثل ما أكد. إضافة أنه هذا منافي لشرعنا الإسلامي. يعني هنالك أبواب كاملة في شرعنا الإسلامي تسمى رفع الأذى عن الطريق، أو كيفية التصرف بالقاذورات والنفايات وين تشمرها، وبالتالي فأنت من شمرتها بالشارع ترتكب حرام. حتى إذا كنت إنسان متعلق بالشرع، فأنت يا أخي ترتكب حرام من تشمر نفاياتك بهذه الطريقة. 10000 بالشهر تعطيها هذا العامل اللي عنده ستوته واللي يرفع نفاياتك ما لها قيمة، فليش تشمر نفايات بالشارع؟ أول مرة إضافة أنه هذا الشارع ملك عام، ملك عام فقانونا ما لك حق أنه تشمر به نفاياتك. يعني شفت أنا هذه مرات من أتجول بالسيارة، شفت هاي الحالة موجودة في بعض مناطقنا. ومع ذلك انه انا اؤكد انه انا شفت ايضا ناس تعمل في رفع النظافه، ولكن مع الاسف ما يستعون بهم ويخلي النفايات مشموره بالشارع العام، وهذا ضد الذوق العام، وايضا شرعا وقانونا اكيد هذا تصرف خاطئ.